السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخوتي الكرام. يقينا كل ما يصيبنا هو بما كسبت أيدينا. المشكلة نعم الأوضاع الراهنة التي تلف من حولنا من قصف وتقتيل وكل هذا، نعم هذا الأمر كل ما يدور حولنا هو بما كسبت أيدينا، وما أصابنا فهو من الله بما كسبت أيدينا. نعم الله جل في علاه هو من سلط علينا أراذل القوم. نعم هو الذي سلط علينا الأمم. نعم هو الذي سلط علينا الأمم لكثرة تفلتنا وقلة حياؤنا من الله. مشغولين في ماذا تقول الصحافة، مشغولين بماذا يقول الناس، مش مشغولين نراقب الله. لماذا الله يسلط علينا كل هذا الأمر؟ لو كل واحد منا تفقد عيوبه، كل واحد لا تجلد الآخرين، تفقد عيوبك أخي الكريم الذي منبطح تحت شهوته. سيأتيك الدور، صدقني والله سيأتيك الدور أنت، وسيأتي الدور لكل واحد منبطح تحت شهوته ولا يعبد الله كما يحب الله ويرضى. عليك بالتغيير، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احنا جماعة غلب علينا صورة النفاق. نعم غلب علينا صورة النفاق، نقول شيء ونفعل شيء آخر، نجلد الآخرين على كثرة التفلت، ولكننا ما راقبنا أنفسنا ولا حسبنا أنفسنا. أخي الكريم عليك أن تتوب من ذنوبك لتكون لبنة طيبة من أمة قال عنها المولى عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. هذا الذي يصيبنا والله يا جماعة، قسما بالذي رفع السماء بلا عمد، وقسما بمن أحل القسم، إنه الله الذي يصيبنا بذنوبنا. وسلط علينا الأمم، سلط علينا الأمراض، سلط علينا الديون، سلط علينا الأسحار، سلط علينا كل شيء بهذه الذنوب، لكننا قوم لا نفقه ولا نفهم ولا نعي. إلى متى؟ تعرف ليش هذا كله تصابنا؟ نعم تعرض الفتن على القلوب عودا عود كعود الحصير، فأي قلب أشربها تنكت فيه نكتة سوداء، حتى تصبح هذه القلوب سوداء مربادة كالكوز المجخية، لا تقر معروف ولا تنكر منكر. مش فاهم شو بيصير حواليك. أخي الكريم، هذه الذنوب التي تقترفها بالليل والنهار حولها الله علينا لذل، حولها لديون، حولها لأسحار، لأمراض، لكرب، لقطيعة أرحام، لحروب. العمل عليك أن تتوب، وعليك أن تنتهي. أمة محمد عليه الصلاة والسلام كلها والله لا أستثني واحد، يعني تشرك بالليل والنهار، تجلس أمام التلفاز ماذا تقول؟ كلها تشرك بالله. ماذا تقول؟ ترد هذه الأعمال للأشخاص، للرؤساء، للدول. لا ترد هذه الأعمال لله. إن الله هو الذي يفعل بأيدي هؤلاء ما يفعل بنا. لا ترد العمل، إن هذا العمل الله جل في علاه سلطهم علينا لقلة حيائنا منهم. نعم كما سلط السرطان وسلط الأمراض وسلط الأسحار، سلط الأعداء علينا. فنحن نتهم الناس ونتهم المرض ونتهم الدين، لولا الدين الذي علي لعملت كذا وكذا، ولولا أجلكم الله الكلب الذي نبح لسرقت، ولولا الرئيس الفلاني لو أنه غيروا هذا الرئيس لتغيرت الحال، وهكذا. أخي الذي جاء بهذا الرئيس والذي يبس راس هذا الحاكم، نعم يبس راسه أنه يستمر بما هو فيه، هو الله عقابا لنا. الله جل في علاه عندما تتوب سيرفع السحر عنك، سيرفع عنك الدين، سيرفع عنك هذا الذل، سينهي هذه الحرب. نعم سيمكن لك إذا تبت وأقبلت على الله. إذا أنت واحد فرد، أنت واحد لوحدك تبت، لن ترى هذه المشاهد. سيغير الله أحوالك. وإذا أنت بيتك سيتغير حال بيتك، وإذا المجتمع كلياته غير سيمكن الله لنا. نعم خلينا نخرج من دائرة الشرك الذي يحبط أعمالنا بالليل والنهار. إلى متى هذا المتعجرف سيستمر؟ لا، ما تقول هذا الكلام عن رئيس فلان متعجرف، والله سينتقم الله منه.
نعم الله سينتقم منه، لك خليك بحالك إسا. أنت عندما تقول هذا الكلام إلى متى هذا؟ الله الذي سلطه على هذا الذي بتقول عنه هو الله الذي سلطه علينا. نحن قوم نشرك بالله بالليل والنهار، حتى لو كنا حفظ لكتاب الله، حتى لو كنا مشايخ وأئمة. نعم نشرك بالله بالليل والنهار. كل واحد يحاسب حاله ويقيس كلامه على كلامي. هل نحن نشرك بالله؟ هل نرد يعني إن كان أي شيء منرد لقوتنا، منرد لأنفسنا، منرد للفلان الفلاني الذي ينكل بنا، أو فلان الفلاني الذي سرقنا. الله الذي سلط السارق عليك، والله الذي سلط عليك السحر، والله الذي سلط عليك المرض، والله الذي سلط عليك أمك وأبوك، والله الذي سلط عليك الحكام، والله الذي سلط عليك الاحتلال، والله الذي سلط عليك كل شيء. ليش يا ربي؟ لأنك بتعرفوش لربك. أنت تدعي، أنت بتصلي وبتولي وبتكذب وتفعل الأفاعيل. نعم أنت قاطع للرحم، وأنت أمرك أن لا تقطع رحمك. أنت تغش، والله أمرك أن لا تغش. أمرك لا تأكل الربا وأنت تأكل الربا. أمرك أن ترد الحقوق وأنت لا ترد ولا شيء. أمرك لا ترد فضل أي عمل عليك لغير الله وأنت ترد فضل عمل أي عمل لغير الله، أو لنفسك، أو ترى في نفسك شيء، أو إنك زكيت نفسك. بدك تعرف تتعامل مع الله. رأيت كيف إنه أمي تشرك بالليل والنهار؟ ولئن أشركت لا يحبطن عملك، لا يحبطن قرآنك، يعني قرآنك الذي تحفظه، ولا يحبطن صلاتك، ولا تحبطن زكاتك، ولا تحبطن كل صدقاتك. كله سيحبط إذا أنت تشرك بالله بالليل والنهار، بعد أن ترد فضل الله لنفسك أو لفلان، أو تقول الأمر بيد فلان أو فلان. أنت إنسان تشرك بالله بالليل والنهار. أنت ما فهمت الدرس إنك عشان تفهمه لازم تتفقد ذنوبك. يا أخي تفقد كل شيء. تفقد الغيبة والنميمة. بصيرش إنك أنت تكون الله يمكن لك وأنت حاقد لأخوك، وأنت حاسد لجارك، وأنت غشاش في مجتمعك، وأنت كذاب، وأنت وتدعي بدك تمكين وبدك عز وبدك كرامة. أنت كذاب. أقسم بالذي رفع السماء إنك أكذب واحد على وجه الأرض. أسوأ ناس على وجه الأرض هم المسلمين في هذا الزمان، لأنهم يدعون محبة الله ولكنهم يتفننون، مش يعصونه، يتفننون في المعاصي. الله غفور رحيم. ترى كل هذا الذل وهذا الهوان وهذه الديون وهذه الكروب وهذه الحروب التي نشرد نحن المسلمين فيها، وتقول الله غفور رحيم. لا يا أخي، الله الآن شديد العقاب عليك لأنك لا تعرفه. أنت قد تكون قد عرفت أوامر الله، بتعرف كيف كم ركعة بيصلوا، وأركان الصلاة، وأركان الوضوء، وأركان الحج، وأركان، لكنك لا تعرف الله، تتفنن في معصيته. نعم تحج وتعود إلى انبطاحك وتزكية نفسك، وأنا 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 وأنا. اللي معاه شوية فلوس هذا جدع في زماننا. اللي معاه شوية فلوس الله رزقه هاي الفلوس بيقولوا عنه جدع. واللي معوش فلوس وما زبطتش معاه لربما من تحت باب العقاب أو البلاء قالوا هذا فاشل. هذا مش هيك احنا بنقول؟ هذا فاشل. نعم تزكي من تشاء وترفع من تشاء وتدل أنت من تشاء. أنت نعم أنت تعطي درجات. هذا كله شرك، هذا كله عليه أثمان. أنت عبد لا تملك شيء. أنت عليك أن تتجه إلى الله وتراقب لماذا نحن هكذا، لماذا الله ميبس راس فلان يحاربنا، لماذا؟ في من أمر هذا حكمة، من وراءه حكمة. قد يهدم بيته هذا اللي ماسك راسه، ولكن أنت تحت العقاب الآن. قد يهدم بيته في المستقبل هذا اللي ماسك راسه ميبسه وبيقاتل فيك وبيحارب فيك. نعم فلحكمة الله أرادها صحيح، لكن أنت تحت العقاب. شو عمل يا ربي؟ أنت مش تحت البلاء يا مرابي. أنت مش تحت البلاء يا من تنسب فضل الله عليك لغير الله. أنت لست تحت البلاء إذا بترد الأمر لقوتك. أنت لست تحت البلاء إذا بترد هذه الأمور لنفسك ولشخصك أو للمدبر الفلاني من الناس، فلان الفلاني. نعم أول ما تولى سيدنا عمر الخلافة عزل خالد بن الوليد من القيادة، عشان الناس صارت تظن إن النصر بيجي على إيده. فهمت؟
فهمت انك انت تشرك بالليل والنهار يا مسكين، وانت الحافظ لكتاب الله، وانت الشيخ الذي قاعد في الصومعة، وانت الذي تدعو ولا يلتفت الله لدعائك ولن يرفع فوق رأسك، تشرك بالليل والنهار. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما هو الشكر أخي الكريم؟ أخي الشكر أول بند في الشكر هو أن ترد فضل الله عليك لله. مش تقول شكرا لله ما بنحمد فيها الحمد لله. الشكر إنك ترد فضل العمل لصاحبه، الذي أعطاك والذي قواك والذي آواك والذي أطعمك والذي جعلك من المسلمين هو الله، الذي علمك وجعلك لك مكان في المجتمع هو الله، الذي حفظك كتاب الله هو الله، الذي جعلك تصلي هو الله. رد الفضل له، ما تقوليش أنا بفيق على الصبح وأنا بعمل كذا وأنا بعمل كذا وأنا ببذل 10 ساعات في اليوم عشان أحفظ كتاب الله والناس نايمة. شايف الشرك؟ كله شرك. ردوا لله. الله اختارك لهذا الموقع فقل الحمد لله رب العالمين. اللهم الثبات دائما استمد الثبات على كل شيء من الله. بدك انت نصر وبدك تمكين، وانت عمال تغتاب وانت عمال تسب وانت عمال ترد فضل الله عليك لغير الله وتزكي نفسك وتقول انما اوتيته على علم او انما انا خير منه وانت كاره لجيرانك. كيف أمة تنهض وهي تكره بعضها على البعض وتحسد بعضها البعض؟ احنا نمثل خايفين قلوبنا على الناس البعيدة التي تحت القصف، وانت في بيتك انت مجرم، لربما ظالم لزوجتك، ظالم لأولادك. مين بتفكر حالك انت يا أخي الكريم؟ يعني ثم البند الثاني من الشكر هو أن تبقى كل اليوم ذاكر لله. خير أعمالكم إلى الله، فيها تنتصر، فيها يمكن الله لك ذكر الله. نعم الاستغفار أولهم أن تستغفر الله إقرارا في العبودية، إقرارا في الذنب، إقرارا في إنك لا تعرف هل أصبت أم أخطأت، إقرارا إنك أنت إنسان إن لم يرحمك الله قد يعذبك كما يعذبنا الآن. نعم استغفر الله، لأن الاستغفار فيه التمكين مع باقي العبادات وعدم الشرك، فتبقى ذاكرا لله، ترد فضل الله عليك لله ولا ترد للناس ولا لنفسك، ثم تبقى ذاكرا لله. نعم وتراقب الله وتخشى الله. هذا هو الشكر. الشكر أن تخشى الله، وإنما يتقبل الله من المتقين، وتراقب الله في كل صغيرة وكبيرة. وما أفعال هؤلاء أراذل القوم والمجرمين إلا إنه من الله تسليطا علينا وعلى الضال من عباده. فإذا تبنا رفع الله هذا التسليط عنا ومكن لنا من رقابهم، وسدنا هذه الدنيا بربنا، مش بأنفسنا ولا بقوتنا ولا بشيء، بقربنا من الله ومراقبتنا وخوفنا من الجليل. انت كذاب، تعامل حالك خايف وتقترف ما تقترف. لو كتبت على حيط أو على ورقة كم من الذنوب تقترف في اليوم بحق الله، إبليس اقترف واحد بالبداية، قال له اسجد، قال له لم أكن لأسجد. انت بقول لك لا تأكل ربا، لا باكل ربا. لا تغتاب، لا بدي اغتاب. لا تقطع رحمك، لا بدي اقطع رحمك. لا تزكي نفسك، لا أنا خير الناس. لا تقول إنك لا أنا إنما أوتيت على علم، أنا الذي تعلمت 20 سنة حتى وصلت، أنا التاجر، أنا الفلاني. فهمت يا مستر؟ فهمت انت وين واصل؟ فهمت انت ليش الله مسلطهن علينا؟ نعم تكاد تتداعى الأمم عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا لكنكم كغثاء السيل. يعني والله قد يقولها الله كأنكم كالزبالة. ماذا يجري في السيل؟ ماذا يجري في السيل؟ بالله عليك ماذا يجري في السيل؟ خليها على بلاطة الكلام. السيل يجري في أحجار وتراب وشجر مكسر، زبالة الأرض. لكنكم كغثاء السيل. ينزع الله المهاب من صدور عدوكم منكم. من الذي نزع يا عمي؟ العدو خوفنا، والله الله الذي جعل في قلبه القوة في قلوبنا الوهن الخوف. ينزع الله المهاب من قلوب عدوكم منكم. وشو الفعل الثاني؟ ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أنا يا عمي بدي أعيش وكيف. حبب إليك الكيف،
الله عقابا عليك نزع من عدوك الخوف منك عشان ينكل فيك وما يخافك ولا شيء. انت لا تساوي قشرة بصل عنده، ولا ينظر اليك، ينكل، يدخل الى عقر بيتك ويفعل الافاعيل. الله تدخل، هذا تدخل الهي يا جماعة، هذا تدخل الهي لكثرة قلة حيائنا مع الله. ثم ينزع في قلبك انت افعل ما تشاء، اغتصب البنات، اغتصب النساء، يا عدو اعمل شو بدك، انا بحب الدنيا بديش اموت. فهمت؟ عشان ترفع هذا الشيء وتتوب الى الله، راقب الله اول شيء، رد فضل الله عليك لله، راقب الله، الزم الاستغفار والتوبة والرجوع، تب الى الله. جايك الدور تدفع ثمن وتقول اين الله من كثر العذاب الذي سيصيبك فيه اعدائك والتنكيل الذي سينك. ليش؟ من الذي يفتك؟ يعني السحر، من الذي الساحر؟ يعني كل امر للساحر اللي كان جاري ساحر، يعني انا راحت علي، الله خلقني للعذاب. انا ما لي علاقه في الساحر، انا لي علاقه في الله. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. نعم، فانا علاقتي مع الله، اذا كانت علاقتي مع الله، من خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن خاف الناس خوف الله من كل شيء. فوصلت. والله انظر وارى قديش احنا جماعه تافهين، قديش احنا جماعه بعيدين عن الله، قديش احنا نلوم الغير ونلوم الرئيس الفلاني ونلوم، كلهم سيجلدهم الله، مش انه يعني بمنأى، لكنهم كالسرطان. نعم كالسرطان. من الذي سلط السرطان على جسد المريض؟ انه الله. ليش يا ربي؟ عشان لربما تنقية قبل الموت كان مسلم، لكنه العذاب والعقاب. قل لما يعذبكم الله بذنوبكم. نعم، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم الله بذنوبكم. الله يعذب، الذنوب عليها ثمن، الذنوب عليها ثمن، والشرك بالآخر عليه حساب. فهمت؟ اليوم أنت بتتعامل مع بشر، المشرك قد يعيش حياة طيبة كريمة ملئها يعني مصاري، فلوس، صحة، لأنه الله أعطاه أجره في الدنيا ما لوش في الآخرة. الشرك جهنم للشرك، والذي ما خلص حسابه وانطبق عليه قول الله جل في علاه، الذي استمر في الغيبة والنميمة وأذية الناس وفنت حسناته لكثرة ذنوبه، كمان بيفوت على النار. المسلم هذا المسلم. نعم. كيف؟ يا رسول الله انها تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيراني في لسانك، قال لا خير فيها فهي في النار، ستدخل النار لربما سنة سنتين، لربما 100,000 سنة، لكنها لربما لا تخلد. والمفلس الذي صام وصلى وحج وزكى وعمل من الأعمال الكثيرة جدا أكثر منك ومني، لكنه سب وشتم، نعم لا ينتهي. احنا يا جماعة لا ننتهي، احنا بنسارع بالخيرات لا ننتهي. ذوب بلسانك لا. قال له يا رسول الله أو أخذ بما نقول؟ قال تكلتك أمك يوم عاد وهل يكب الناس على وجوهها إلا حصاد ألسنتها. بتعمل شو بدك انت بتعمل شو بدك، انت ما في لك اله تعبدوه، انت ما في لك اله تخافه، انت بتمثل، انت بس خايف من النار. لو الله جل في علاه ما ذكر النار في كتابه، والله غير تجرم، تصير تذبح كل يوم 100. انت انسان اناني، لما انت بتخرج من دائرة الانانية والانا هذه بتحب نفسك، بدك كل اشي الك. والله جل في علاه بخطمنا كنتم خير امة والمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه. أي جسد يا جماعة؟ اتركني وقت الأخوي، اتركني واترك وقت الأخوي. أي جسد؟ نحن ضعنا، تعدنا البوصلة عشان ترجع الزم الاستغفار، ابدأ اترك الغيبة والنميمة. نعم، وذنوب الخلوات والشرك الذي تكلمنا عنه، ذنوب الخلوات اتركها، لأنه ستعمل من أعمالك هباء منثورا سيجعلها الله. ثم لا تجلس أمام التلفاز وتقول إلى متى هذا؟ قل إلى متى أنا أذنب؟ عندما أنت واحد، إحنا مليارين، لأن أنت واحد تبت إلى الله بتبطل تشوف المناظر هاي، صدقني بتبطل تشوف ولا تسمع هاي، سيشغلك الله بشيء آخر. نعم،
سيأويك الله لكهف رحمته كما آوى أهل الكهف. نعم. ليش تقرأ أنت سورة الكهف كل أسبوع؟ لماذا؟ عشان تتذكر كل الأحداث التي صارت فيها وتأخذ الحكمة منها. فتب إلى الله. إياك، والله كلما نظرت إلى التلفاز ورأيت، أعرف إن الله يد الله التي تعمل. أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد والذي أحل القسم إن هذه يد الله التي تفعل بنا الأفاعيل. لكن بيقولوا لك أنت تحت بلاء، وهذا هو الجريمة الكبرى، إنه يقول لك تحت البلاء. يعني اصبر اصبر. على ماذا أصبر؟ على إباحيات، على قطيعة أرحام، على غناء وطرب وأعراس وتبذير، ولا أحترم أمي ولا جاري ولا حدا، ولا بحب حدا، بحب نفسي. على ماذا أصبر؟ إلى متى؟ أخي إذا أنت تبت، توب، الله سيرفع عنك أنت. وإذا تاب أولادك وزوجتك وأنت بتوبتك سينفع الله من حولك بك. نعم. وكان أبوهما صالحا. فنتوب إلى الله والله سيغير. نتوب إلى الله لا تبقى لما بتنظر بتشوف مناظر يعني تقشعر لها البدن. قل ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ نعم. الله بيقيم الحجج عليهم المجرمين. أنا ما قلت إنه يعني إني من أهل الجنة. سينتقم الله منهم وسيهدم بنيانهم وسيهد كيانهم. لكن أنت اللي تحت السكينة. فأنت توب إلى الله. أنت راقب الله وقول ماذا فعلنا. لأنه أنت لما بتشوف الإشي اللي بوجه قلبك لا يعذب الله مستغفر، فقط المستغفر. أخوي جماعة الله يعذب النبي. سيدنا يونس عندما أدار داره لقومه عذبه الله، التقمه الحوت. ما تقولش أبو أحمد بيجيب كلام من هنا ومن هناك، لكنه عندما استغفر. وعندما نستغفر لا يعذب الله إلا المستغفر مستثنى. فقس على ذلك من يعذب الله. حافظ كتاب الله، العالم، الشيخ، الذي يطعم الناس، إلا المستغفر. وما كان الله معذبهم يستغفرون. إذا أنت موعود في الجنة، مآلك إلى الجنة ليس ابتداء، مآلك إلى الجنة. والزانية التي من بني إسرائيل قد يكون مآلها إلى الجنة. كيف يعني مآلها؟ يعني بعد أن تعذب في الدنيا وتعذب في القبر وتعذب في جهنم والعياذ بالله، لربما سنة سنتين، بحديث المفلس 10 سنين 1000 سنة، مآلك بالآخر لا تخلد في النار. فهمت؟ عشان اركض. وكلما رأيت أنت نعم أنت يا أخي، أنا اللي بحكي معك. أنت إذا بتشوف إشي بوجه قلبك أنت عليك ذنب. بتضلكاش تقول الأم بالذنوب أنت، لأنه أنت لا يمكن إن الله يريك شيء يوجع قلبك وأنت مستغفر وتائب إلى الله. خليك إلهك بالاستغفار. لا تلتفت للذين ينظرون. نحن في زمن استغفاره فقط الآن. الذنوب لفتنا من كل مكان. إذا نظرنا رأينا حرام، إذا تكلمنا حرام، إذا سمعنا حرام، إذا تعاملنا بالفلوس حرام، كله حرام بحرام. الزم الاستغفار أخي، وسترى عجب من فضل الله عليك. وسيغير الله، والله سيمكن الله لهذه الأمة بالاستغفار وفقط في الاستغفار. قول كيف؟ قد أمد الله بني إسرائيل بالمال والبنين في سورة الإسراء، وأمددناكم بأموال وبنين. هذه قوتهم. وأنت بقول لك بالاستغفار في سورة نوح، فقل استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. هذا هو التمكين. نعم. وصلت؟ أعمموا هذا الكلام. أنت إذا في إشي بوجع قلبك من حروب، تشريد، تقتيل، أنت المشكلة. نعم. أنا إذا بشوف مناظر بتوجه القلب أنا في عندي ذنب، بصلح الذنب، ببطل أشوف هذه المناظر. نعم. سيشغلني الله وسيكون أنا مع دعائي مستجاب. إذا لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولشكن الله يسلط عليكم عذابا لا يرفعه تدعونه فلا يستجيب. فما بينفع إني أنا أكون أنا آكل للربا وأدعو الناس. ما بينفع. الله سيحاربني. ما بينفع إني أشرك بالله بالليل والنهار. إلى متى هذا المجرم متسلط على الناس؟ ومتى تضع الحرب أوزارها؟ أنت اسأل الله، ما تسألش في المجرم الله اللي مسلطه عليك عشان يضلوا يخبطوا براسك. نعم. عشان تنتهي هذه المأساة التي نحن فيها، أول إشي لا تشرك بالله. راقب كل شيء بضايقك، مشكلتك مع الله، كل إشي بضايقك. نعم. وكل واحد واقف على منبر
وبيضل يجلد، فليتق الله، فليبحث عن الخلل. قال ابن تيمية: كانت إذا أشكلت علي مسألة كنت أستغفر الله 1000 مرة حتى تحل. أنت مشغل حالك بالثبت ولم يثبت، والأمة في ذيل الأمم. والله شغلك يعني سيحاسبك الله شر حساب، صدقني، ثبت ولم يثبت. جيب الذي ثبت منك حتى يرفع الله عنا العقاب. واتق الله بأن تقول لأمة أكلت الربا وما تركت من ذنب من الأقوام السابقة إلا اقترفته، تقول لهم أنتم تحت البلاء. اصبر يا مرابي، اصبر يا زاني، اصبر يا مجرم يا قاتل. نعم، السفك الدماء موجود بين الأمة الإسلام بأكثر. نحن يعني نحن نفتك أكثر في بعضنا البعض من الظلمة. نحن الظالمون، ندعو الظالمين بصلاة الفجر، ندعو أنفسنا. نعم، اللهم عليك بالظالمين. من هم الظالمين؟ المسلمين. أكثر ناس تظلم نفسها وتظلم غيرها، لأنه أنت في عندك علم ولا توزعه لها الناس التي بتموت على الشرك. لأنك أنت فكروك يا مسلم، فكروك إنك أنت الدين. نعم، الدين أتاح لك الربا والزنا وذنوب الخلوات، بفكروك هيك، بفكروك إنك مسموح تغش وتسرق وتكذب، فهيك الدين بيسمح لك. هيك فكروا، ما قرأوش كتاب الله وسنة رسول الله. لو إنهم قرأوا الغرب، قرأوا كتاب الله وسنة رسول الله، لاعتنقوه ولكنت أنت من تتتلمذ على أيديهم. لكنه ظنوا إن المسلم هو الدين، مش عارفين إحنا ساقطين سقطة غير شكل. نحن المسلمين ساقطين سقطة غير شكل. علينا نتوب ونحاسب كل واحد، ما حدا يزكي نفسه، وظلك عايش في المراقبة، وظلك عايش وأي شيء بتعطل معك تفقد ذنوبك، تفقد الله، وقل يا رب لماذا تسلط هذه الأمم علينا؟ نعم، خلص أنت. الله قد يستجيب الله لك. رب أشعث أغبر بيعرفش يحكي عربي، بيعرفش يحكي عربي. نعم، مش لازم يحكي نحو، بيعرفش يحكي عربي. لو أقسم على الله أبره، ما كان في شرط. إن أكرمكم عند الله ما في فرق بين عربي على أعجمي إلا بالتقوى. تقوى هنا التقوى. تقوى مش باللسان، إذا كنت فصيح اللسان أنا بعرفش أحكي عربي، عشان تفهم هذا الكلام، عشان تحط الأمور. اسمع لمن له الحكمة، مش لمن لسانه ماضي. إحنا عندنا بقول المثل بيقول كل مليح لسان قليل إحسان. يعني بيستخدم لسانه بالكلام على أساس يغطي على عيوبه. هذا مثل، ولكنه نسأل الله العافية. نعم، إحنا مطلوبين أن يكون لساننا طيب كما يحب الله، ولكن خارج من القلب مش من اللسان. يلا نتوب، يلا لا نشرك بالله بالليل والنهار. وعلى راسنا شيخنا لا يشرك بالله بالليل والنهار ويظن إنه فلان الفلاني تسلط على رقوبنا، لربما إذا صارت انتخابات أزحوا، لن يزيحوه، لا سيعطيه قوة حتى تتوب، سيزيدونه قوة ويأتي من هو شر منه، سيأتي من هو شر منه حتى تتوب. بروح واحد وبيجي واحد أسوأ من اللي يتسلط على رقابنا أكثر. ليش؟ لأنه مش فاهمين ولا رايحين نفهم. زرع الله في قلوبنا الوهن، خلاص ادعو الله أن يرفع هذا الوهن، وأن يزرع الخوف والرعب في نفوس أعداء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. إن شاء الله تصل هذه الرسالة، عمموها، الزموا الاستغفار، توبوا إلى الله وراقبوا الله، وما تفكر حالك إنك أنت على خير حتى تلقى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.